مساء الخير. كلنا عارفين جامع أحمد ابن طولون اللي موجود في قلعة الكبش طبعا، وعارفين المأذنة بتاعته اللي هي خارج الجامع، ودي من المآذن النادرة. فالنهاردة أنا جبتلكوا صورة مأذنة سامرة أو سرة منرأة، وديت كانت في الجامع الكبير اللي بناه المتوكل ما بين سنة 848 و 852، ويعتبر من أكبر مساجد العالم الإسلامي في السعة، وما بقاش منه دلوقتي غير جدرانه الخارجية. وطبعا المئذنة وقعت في حرب الخليج للأسف. دي المئذنة اللي موجودة في سرة منرأة اللي اتقلدت منها مأذنة جامع أحمد ابن طولون. دي مأذنة سرة منرأة، وخلوا بالكم انه كان ارتفاعها 55 متر، وكان المؤرخين بيذكروا ان هو كان بيطلع لها المؤذن بالخيل، بيطلع لها على خيل. شكرا جزيلا.